السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الشيبسي بقى بالخل والملح؟ انا هسيب لكم المقطع ده، هتسمعوا القرمشه بتاعته. هنعمله بمكونات بسيطه جدا. انا جبت 3 بطاطسايات وغسلتهم كويس جدا. عاوزين تزودوا الكميه ده براحتكم. هبتدي اقشرهم بقى. اعملوا كميه كبيره عشان الاولاد هيحبوه جدا جدا، وهو اصلا مقرمش. طبعا هتعملوا يعني اعملوا بهارات، يعني حابين تحطوا بهارات بطاطس، بهارات الكنور بتاعه البطاطس، او اي بهارات انتوا تحبوها حطوها. بس انا استكفيت بالمكونين اللي انا هحطهم على البطاطس اهو. بعد ما هبتدي جبت المقشره وهبتدي بقى اقطعها، اللي هي الدوائر بتاعه البطاطس. قشارة عندك، السكينة اعملي بالسكينة بقى رفيع جدا، اي حاجة. وهيبقى يعني بصوا احسن من بتاع شركات بكتير، هيطلع تحفة جدا. طبعا لو عايزين بالملح هنزود الملح يعني هنزود الملح جامد. عاوزين بقى بالخل والملح هنحط خل وملح. عاوزين بالشطة طبعا هنحط شطة في المية. يعني اعملوا النكهات، العبوا في النكهات براحتكم. هبتدي احط في المية. طبعا هغسل البطاطس كويس عشان النشا اللي فيها. هبتدي اقطع كمية البطاطس اللي عندي زي ما قلت لكم. زودوا الكمية عشان بصوا يعني انتوا في 5 دقايق هتخلصوهم، وانتوا اصلا بتعملوهم على البوتاجاز هتلاقوا اولادكم رايحين جايين عليه. هو بعد ما هقطع الكمية كلها وغسلتهم، بعد كده هحط بقى تلج. حطوا كمية تلج كويسة، وهنحط ملح وخل. انا هستكفي بالنكهات دي في الطعم. هيبقى شيبسي بالخل وملح تحفة جدا، وانتي عاملاه وضمن نظافته، وعاملاه تحت ايدك، وتعملي لاولادك بقى من غير اي تعب. 5 دقايق بالظبط. وبعد كده مش هتشطفيها، انت هتصفيها بس. احنا عاوزين الملح والخل اللي في المية، واللي هي تمسك في البطاطس شوية. سيبها 5 دقايق بالظبط. بعد كده هرجع اصفيهم. وجبت منديل وحاولت انشف على قد ما اقدر. يعني دوست من فوق كده على البطاطس بحيث ان هي يعني تنشف منها المية شوية عشان ما ننزلهاش في الزيت وهو سخن. هبتدي بعد كده اجيب زيت سخن اسخنه جامد، وبعد كده هنزل بالبطاطس بقى. هوريكم بقى الزيت احنا بننزل فيه البطاطس، الشيبسي قصدي. اهو هبتدي اجيب المصفى، هبتدي احط شويه بشويه. وخلي بالكم جيبي شوكه او المصفى دي، وابتدي برضو تأكدي ان البطاطس مش لازقه في بعض ولا محطوطه فوق بعض. بمعلقه شوكه اي حاجه هتتحكمي فيها اكتر. اهو بصوا ببعدهم من بعض بحيث ان هما ما يكونوش متمسكين في بعض لحد ما تاخد اللون اللي انتوا حابينه. اهي اخدت اللون. هبتدي اطلعها زي ما قلت لكم. انا استكفيت بالنكهات اللي فيها اللي هي الملح والخل. انتوا لو عايزين تزودوا بقى نكهات زودوا براحتكم. عايزين تحطوا بهارات، اقول لكم على بهارات كاري وتوم باودر، بصل باودر، وملح وبابريكا وزعتر. دي كمان بهارات تحفة جدا. ممكن تزودوها يعني على البطاطس لو مش حابين نكهة الخل والملح. بس هنبتدي نعمل الكمية كلها، وبعد ما نطلعها من الزيت نحط الكمية اللي فاضلة وخلاص على كده. وهتشوفوا بقى احلى طبق بطاطس شيبسي يعني.
احلى من الشركات، وجربوه. واتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان تلاقوا فيديوهات تاني مني. ولو عايزين اي فيديوهات تاني اكتبوها لي في الكومنتات، وهسيب لكم بقى صوت القرمشه في الاخر ويشوفوها. وان شاء الله اعمل معاكم فيديوهات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.